يبكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ويقول لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مرتين أو ثلاثا، ثم قال: أصلى الناس؟ فقالوا: لا يا رسول الله هم ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل بكاء، لا يفهم الناس صلاته من كثرة البكاء. أبو بكر كان إذا قرأ وصلى بالناس لا يفهم قراءته من كثرة البكاء، مع أنه قد بشر بالجنة. أول رجل يدخل الجنة أبو بكر الصديق بعد الأنبياء والمرسلين، أول رجل، ومع هذا يبكي. كم بكيت أنت أيها الأب من القرآن؟ كم بكيت أيها الشاب؟ كم مضى من عمرك إلى اليوم؟ كم بكيت أيام؟ ليش ما تبكي؟ لماذا؟ هناك سبب.